ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وخير وسعادة. النهاردة هنعمل الشبورة، بس هنعملها بطريقة صحية ومشبعة جدا وحلوة قوي في الدايت. بجد طعمها بيبقى خطير، وكلها بقى مكسرات كده، وبتبقى مع كوباية شاي، بتبقى بجد رهيبة. كل عشاق الشبورة بس بيبقوا عاملين دايت لازم يجربوها لانها تعجبكم جدا. بصوا قوامها حلو قوي، بصوا قرمشتها بقى يعني مقرمشة جدا جدا. لما بيجي نغمزها كده مع كوباية الشاي بتبقى بجد خطيرة، هتعجبكم جدا، لازم بجد تجربوها. كمان مقاديرها سهلة قوي وطريقتها كمان سهلة وبسيطة. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. اول حاجة عندي كمية من دي الشوفان، وهحط عليهم سكر ستيفيا، وهحط بيكنج باودر، وهحط كمان رشة من القرفة، وهحط رشة صغيرة من جوز الطيب. اللي مش بيحب جوز الطيب ممكن يستغنى عنها، بس هي بتدي طعم حلو قوي في الشبورة هي والقرفة. هحط كده المكونات الناشفة مع بعض، هديهم تقليبة. بعد كده هبدأ بقى في المكونات السائلة. هي الشبورة سهلة جدا جدا جدا، بس بجد طعمها بيبقى خطير. كل عشاق الشبورة لازم يجربوا الطريقة دي. هقلب كويس قوي كده المكونات الجافة. بعد كده هاجي بقى المكونات السائلة. عندي بيضتين، زبدة سايحة بس تكون باردة ما تكونش سخنة، ورشة فانيليا، وهقلبهم كويس قوي مع بعض كده. بعد كده هبدأ اضيفهم كلهم على المكونات الجافة، وهبدأ كده اقلبهم ولغاية ما كده يتماسكوا كده ويبقوا معايا زي عجينة كده متماسكة، تكون طرية مش ناشفة قوي. هفضل كده اقلبهم بالمعلقة. بعد كده هبدأ كده المهم بايدي لغاية ما بصوا كونت عجينة متماسكة كده، تكون طرية. هو ده القوام اللي احنا عايزين نوصله، مش بنحط ولا لبن ولا حليب ولا اي حاجة خالص. بعد كده هنبدأ بقى نحط هنا ربع كوباية من اللوز او المكسرات زي ما انتوا عايزين. انا حطيت ربع كوباية من اللوز كده، يكون مفروم فرم خشن شوية عشان طعمه يبان وشكله كمان يبان في الشبورة. هبدأ كده ألمهم مع بعض بالشكل ده. بعد كده هاجي بقى عندي صينية هحط فيها ورق زبدة، وهبدأ بقى اشكل العجينة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده انا دهنه بس الصينيه تحت بدهنه زيت بسيطه قوي، وحاطه عليها الورق الزبده عشان ما يتحركش معايا وانا بشكلها. هبدا كده اشكلها زي ما انتوا شايفين بالظبط كده في الفيديو، وببدا كده احاول ادورها كده. وبعد كده ابدا بقى ابططها كده زي ما انتوا شايفين، ويكون ارتفاعها حوالي 1 سنتي. ظبط كده زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تقطعوها الاشكال اللي انتوا عايزينها طبعا، بس هو ده انا حبيت اشكلها كده. هبدأ كده اضغط عليها واسويها، وزي ما قلت لكم ارتفاعها بيكون حوالي 1 سنتي. هكون مسخنه الفرن على درجة حرارة 180، وهبدأ ادخلها بتستوي بسرعة جدا. اول بس ما يعدي عليها كده اول 10 دقايق على درجة حرارة 180 هطلعها. وبعد كده هسيبها تبرد شوية صغيرة، وهبدأ بقى اقطعها كده بالسكينة برضو الحجم اللي انتوا عايزينه. وبعد كده هجيب بقى شبكة او صينية فرن، وهبدأ اخبزها الخبزة التانية علشان تقرمش كده وتبقى مقرمشة. الخبزة الاولانية بتقرمشها من فوق وتحت، بس من جوه بتبقى طرية شوية. فهنحطها بقى بعد ما نقطعها كده زي ما انتوا شايفين، هحطها تاني في صينية او في شبكة. مش هتحتاج بقى ورق زبدة المرة التانية لان هي خلاص مش هتبقى بتلزق. وهخبزها الخبزة التانية في شبكة او في صينية، الاتنين واحد، بس انا بحب الشبكة عشان بتقرمش اكتر من فوق وتحت، وتوزيع الحرارة في الفرن بقى فوق وتحت. هدخلها الفرن تاني على درجة حرارة برضو 180، بتاخد اقل من 10 دقايق بقى، وبتطلع بقى جاهزة وخطيرة. بنحطها على الشبكة ونسيبها تبرد وبنقدمها بقى. بصوا بتبقى بجد حلوة جدا جدا مع كوباية شاي، بجد بتبقى خطيرة ومقرمشة جدا، واللوز فيها بيبقى كمان باين وطعمه حلو قوي. لكل الناس اللي عاملة دايت لازم تجربوا الشبورة الخطيرة دي. وبصوا بقى القرمشة يعني مقرمشة جدا، وبجد طعمها خطير. الناس اللي بتبقى عامله دايت وبتبقى نفسها تفطر فطار خفيف او تاكل اي حاجه مع الشاي، جربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا، وانا واثقه ان انتوا لما تجربوها هتدمنوها
وهتعتمدوها. كمان ممكن تبدلوا اللوز باي مكسرات، ممكن تحطوا كمان زبيب، خطيرة مع تغميزة بقى كده في الشاي، رهيبة. اتمنى بجد تجربوها، اتمنى تعجبكم، اتمنى تشتركوا في القناة، واتمنى تعملوا لايك للوصفة.